كانت هناك جمعية تحفظ القرآن الكريم على مستوى دائرتي، فبدأت حفظ جزء عامة حفظته متقنا ومثبتا، فأكملت عندها ال5 أحزاب. كانت يعني في هذه الفترة أمي تشاهد قناة البلاد، كانت تشاهد رحلة خاتم، لا؟ رحلة خاتم، ولكن حصة ليلة 27. فلما ولجت إلى الغرفة وجدت أمي يعني دموعها تنهمر ومتأثرة جدا، متأثرة جدا، وأجواء إيمانية. فيعني أنا حملت نفسي وخرجت وقلت لماذا أنا يعني لا أكون من بين هؤلاء الطلبة والطالبات الخاتمات، يعني ما شاء الله عليهم. يعني سبحان الله، يعني بعد أشهر معدودة المخيم دائما يعني متعود أنه يقام في ولاية سوق هراس، ولكن في بلدية مداوروش. في تلك السنة جاء المخيم إلى دائرتي وأقيم في دائرتي. سبحان الله. واتصلت بي الأستاذة وقالت لي يا رونق، هاو المخيم باش تسجلي وعندك لما تسجليش. وأنا فعلا التزمت، وفي الثواني الأولى رحت وسجلت، وكل يعني اندفاع. والحمد لله دخلت مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم، شاركت في أول مخيماتي، وفوجئت فعلا، لم أتوقع تلك الأجواء الإيمانية. في ذلك المخيم بكيت يعني لدرجة لا توصف، جفت دموعي. لماذا؟ في ليلة الختم، ليلة ختم الطالبات. كنت حابة تختمي؟ خجلت من نفسي لأنها في سني اللي ختمت، ويعني لازلت أخجل من نفسي لأنني لم أختم كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلت في طريق الحفظ. هل حفظتي لغاية الآن؟ 30 حزبا ما شاء الله.